السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وضغط لايك. ورد في أكل لحم الكلاب، وعند المالكية قولان: قول بالحرمة وقول بالكراهة. هذا ما جعل البعض يتهم المالكية بأنهم أباحوا أكل لحم الكلاب. وبالنظر والتدقيق في كتب المذهب وأقوال فقهائه، نجد أن المحققين من علماء المذهب، أي المذهب المالكي، يرجحون بالقول بحرمته. ففي حاشية دسوقي على الشرح الكبير على المختصر القليل في الفقه المالكي الذي حصله الحطاب، في الكلاب قولان هما الكراهة، وصحح ابن عبد البر التحريم. قال الحطاب: لم أر في المذهب المالكي من قول إباحة أكل الكلاب. انتهى. بتصرف يسير في الأضواء البيان للشيخ محمد أمين الشنقيطي: ومن ذلك فإن أكل لحم الكلاب حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جدا بالكراهة، ولتحريمه أدلة كثيرة، منها لما تقدم في ذي الناب من السباع، لأن الكلب من السباع أي سبع ذو ناب، ومنها لو جاز أكله لجاز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من الحديث عن أبي مسعود الأنصاري مقرونا بالحلوان الكاهل ومهر البغي. وفي الختام أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.